أنا عارفة إنك قبل كده فكرت تبطل حاجة بتحبها وعندك شغف بيها عشان فتحت السوشيال ميديا وشفت شخص تاني بيعملها أحسن منك. أنا نفسي فكرت فيها قبل كده. هلو يا أبطال الويلنس، عاملين إيه؟ النهاردة هنتكلم عن مشكلة المقارنة مع الآخرين وإيه تأثيرها علينا وإزاي بتضيع مننا استمتاعنا بالحاجة اللي بنحبها. أنا هايدي وده ذا ويلنس سكواد، يلا نبدأ. الرغبة في إننا نكون أحسن نسخة من نفسنا ونكون مبدعين وشاطرين ونكون شبه الناس اللي معجبين بيهم، دي رغبة طبيعية جدا وصحية كمان، لأنها بتدينا بوش نتحسن ونتطور. لكن ثواني ستوب، مش ده اللي بيحصل معانا غالبا. اللي بيحصل إننا بنقارن نفسنا بيهم بدل ما ناخد منهم إلهام ودفعة تحمسنا نطور من نفسنا. بنضيع في مقارنات بين حياتنا وحياة الناس التانيين اللي بنشوفها، ممكن توصل كمان إننا نحس بالغيرة منهم. الإحساس بالغيرة اللي ممكن نحس بيه لما نشوف ناس تانيين عايشين حياة حلوة أو بيعملوا اللي إحنا نفسنا نعمله، ده طبيعي جدا، محدش يقدر يلومك عليه. ليه؟ لأن السوشيال ميديا مبنية على إن الناس بتظهر أحسن ما عندها بالأصل. اللي بنشوفه ده لقطات صغيرة كيرفلي مقصوصة ومتظبطة بهدف إظهار إنهم عايشين حياة تستحق الغيرة، لكن إحنا ما نعرفش ورا اللقطات دي ممكن يكون في إيه. ممكن يكون في فشل، إحباط، خناقات، عدم استقرار، لكن إحنا مش دايما بنشوف ده. عقلنا بيفسر ده إن طالما في ناس تقدر تعيش حياة بيرفكت يبقى دي حاجة قابلة للتنفيذ، وبنفكر إن طالما أنا ما عملتهاش يبقى أنا مقصر ويمكن كمان فاشل. وده ظلم في حق نفسنا إننا بنقارن حياتنا كلها بطبيعتها بلقطات معينة من حياة الناس التانية. المقارنة هنا مش بس غير عادلة، هي كمان ممكن تكون مدمرة للذات، لأنك ممكن توصل إنك تكره حياتك أو تحاول تقلد حد تاني، أو لو بتقارن موهبتك بموهبة حد تاني في مجال معين ممكن تحس بالإحباط وتقرر تبطلها خالص عشان حاسس إن كلهم أحسن منك وإنك مش قد المنافسة. ممكن نحل المشكلة دي إزاي؟ أول خطوة هي نفهم إن اللي بنشوفه ده مش كله حقيقي، دي لحظات edited وبريزنتد بشكل معين عشان يخلقوا الأحاسيس دي جوانا. ففكر نفسك دايما إنك شايف جزء واحد صغير لكن ما نعرفش باقي حياتهم شكلها إيه. ثانيا، تقبل إنك تكون average، إنك تكون عادي في حاجة أنت بتحبها. للأسف السوشيال ميديا خلت عندنا ثقافة إن لازم نكون ستارز ومشهورين وطول الوقت بقى قاعدين بندور إزاي ننتشر ونبقى أجمد حاجة عشان نقدر ننافس، مع إن في الواقع إحنا ببساطة بنعمل حاجة اللي بنحبها، عايشين حياتنا عادي. أنا بحب الرسم، كنت بحس بالإحباط لما بشوف على السوشيال ميديا رسامين وصلوا لإيه ومستواهم عامل إزاي، وإن أنا ما وصلتش المستوى ده رغم إني برسم من سنين كتيرة ويمكن من قبلهم. بس بقف لحظة كده وأسأل نفسي، أنا برسم ليه؟ عشان أنافس؟ عشان أبقى أحسن واحدة؟ أنا برسم عشان بحب الرسم، عشان بكون مبسوطة وبعبر عن نفسي عن مشاعري بالرسم. It's okay لو أنا average، مش لازم أبقى super في كل حاجة. وبفكر نفسي إن الشخص ده تقريبا متفرغ للرسم وبس، بيقضي ساعات طويلة بقى دراسة وتدريب، في حين إن أنا مقسمة وقتي ومجهودي على حاجات كتيرة، فطبيعي جدا إن يكون مستوى أحسن مني. فاهمين الفكرة هنا؟ ما ينفعش أصلا المقارنة لأن ظروفنا مختلفة عن بعض. ولو بصينا على الصورة الأكبر، يمكن عدم تمكني في الرسم يخليني أركز على حاجة تانية أنا متميزة فيها جدا، بس المقارنة بتعميني إني أشوف قوتي الحقيقية. ويمكن عدم المقارنة وعدم الرغبة إن حياتك تبقى شبه حياة حد تاني ده في حد ذاته قوة تميزك، قوة في إنك تعرف إنك مش لازم تكون شبه حد تاني، أنت مميز لإنك أنت. اللي عايزة أقوله في الآخر، بلاش تبقى زيهم، اعمل اللي أنت بتحبه، عيش زي ما حاسس إنه مناسب ليك، ومفيش مشكلة إنك تاخد إلهام من الآخرين من غير مقارنة. المقارنة هتضيع عليكم استمتاعكم بالحاجات اللي بتحبوها. بعد ما فهمنا إحساس إننا متأخرين بيجي منين وإزاي نتخطى فكرة المقارنة، خلينا نوعد نفسنا إننا هنعمل الحاجة اللي بنحبها مش عشان ننافس، بس عشان نستمتع ونعبر عن نفسنا. وخليك دايما فاكر be yourself وبلاش تبقى زيهم. كان معاكم هايدي وذا ويلنس سكواد. باي.